فكما كتشوفوا يعني المنتخب المغربي يعني كيواجه مشاكل داخليه، يعني ما نتمنوا ان هذه المشاكل يعني ما تتطورش لمشاكل اكبر يعني اللي اثر على المردود المنتخب المغربي، خصوصا اننا نحن مقبلين على التصفيات ديال كاس العالم 2026، اضافه كذلك الى كاس افريقيا اللي تنظم ان شاء الله في 2025 ببلادنا بالمغرب. ولا خص المغرب ان شاء الله يدير واحد البطوله يعني اللي راه لا يعقل انها تنظم في بلادنا يعني، وما المنتخب المغربي ما يتوجش بها، فهذه يعني مساله مفروغ منها. خصنا ان شاء الله ان اللقب او الكاس يبقى هنا في المغرب ان شاء الله 2025. لذلك يخص يعني المدرب ويخص يعني الطاقم التقني في المنتخب خصو يتدارك الامور يعني ويصحح المسائل اللي خصها تصحح داخل المنتخب المغربي. كذلك بالنسبه للمشاكل يعني شفنا ردة فعل اللاعب زياش واللاعب النصيري يعني من بعد ما تم التغيير ديالهم يعني في المباراه، فكانت يعني ردة الفعل يعني غير احترافيه من طرف لاعبين كبار ومحترفين، كانت ردة فعل غير مقبوله. هذا الشيء كيدل على انهم غير راضين على الاداء ديالهم داخل يعني او غير راضين على الاداء ديالهم داخل المقابله والاداء اللي قدموه في المقابله. فهذه يعني مساله يعني اللي كتاثر على السمعه المنتخب المغربي كمنتخب عالمي، واللاعبين يديروا ديك التصرفات فهي مساله غير مقبوله. نتمنى يعني المساله انها يعني يتم الاحتواء ديالها وما تخرجش على السياق، يعني يبقى يعني مشكل بسيط ويتم الاحتواء ديالو داخل المنتخب المغربي. ونتمنى انا ما نولوش نشوفوا يعني بحال هذه التصرفات هذه، لانها كتسيء الكره المغربيه والسمعه ديال المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يعني ان شاء الله مقبل على مباراه اخرى، مباراه الصعب يعني من المباراه ديال زامبيا، يعني مباراه يعني قويه تكون امام منتخب الكونغو اللي غادي تجرى احداث ديالها ان شاء الله يوم الثلاثاء. كنتمنى ان شاء الله ان المدرب يتدارك الاخطاء ديالو، يتدارك يعني المشاكل اللي كيعيشها المنتخب، يحاول ما امكن انه تساوي الامور، انه يعني يوجد لنا الصيغه واحد الخطه لاجل ان المنتخب المغربي يبان في واحد يعني يبان على انه كما عهدناه في كاس العالم. كذلك بالنسبه يعني للتغييرات، فكنتمنى انه يعني المنتخب المغربي يدير تغييرات على التشكيله، لانه يعني غير معقول نلعبوا بتشكيله مثل التشكيله اللي لعبت مباراه زامبيا، لانها برهنت على الفشل ديالها خصوصا على مستوى الدفاع، كذلك على مستوى النجاعه الهجوميه.